إرشادات لكتابة الخط العربي. يجلس جلسة صحيحة. من يكتب يجلس جلسة صحيحة. يمسك القلم بطريقة سليمة. يتتبع النقط والأسهم في الخطوط الأفقية والرأسية والأشكال من اليمين إلى اليسار والعكس. يكتب الحروف الهجائية بخط النسخ بطريقة صحيحة أو بخط الرقعة أو بالخط الذي يكتب به. يحرص على النظافة أثناء الكتابة. الجلسة الصح. يجلس التلميذ بحيث يميل الجذع ميلا قليلا من غير انحناء في العمود الفقري، مع اعتدال الرأس، واضعا ساعده الأيسر على الطاولة باطمئنان، والأيمن قائم بالكتابة، ويكون البعد مناسبا بين العينين والورق، والضوء كافيا، والتأكد من أن الكتابة تمضي من اليمين إلى اليسار، فهو يكتب بالعربية. إمساك القلم يكون بالأصابع الثلاثة، الإبهام والسبابة والوسطى، ويجب أن يعتاد التلميذ إمساكه بسهولة